السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. جايبه لكم النهارده وصفه حلوه جدا هنعملها بالعسل الاسود. العسل الاسود كان سر من اسرار جمال الملكه كليوباترا. كانت بتحب تحط جدا العسل الاسود او تخلطه بخلطات على بشرتها لنضاره البشره، تفتيح البشره وشد التجاعيد والترهلات بتاعه بشره الوجه. بجد جميل جدا جدا جدا. الوصفه بتاعتنا النهارده هتكون عباره عن معلقه كبيره عسل اسود، معلقه صغيره من كركم البشره مش كركم الطعام. وقلت لكم في فيديو قبل كده ازاي نعرف كركم البشره من كركم الطعام. وهنضيف عليهم معلقه كبيره من الزبادي ونخلطهم مع بعض كويس جدا، نوزعهم على بشره الوجه ونسيبهم. يعني بصوا لحد هنا كده، مش عايزاكم تيجي عند منطقه العين خالص، هنا كده لا، لحد العضمايه دي كده، ونفرد على البشره كلها. نبعد عن منطقه حول العين خالص، ونسيبها لمده 20 دقيقه بالظبط. وبعد ال20 دقيقه بنغسل البشره وننشفها كويس جدا. وبنعمل الوصفه دي مرتين في الاسبوع، حلوه جدا لنضاره البشره. البشره نضره جميله جدا زي بشره الاطفال. اعملي الوصفه دي وبجد مش هتندمي عليها. عسل اسود وزبادي وكركم طعام، اهم حاجه يكون كركم يكون كركم بشره مش كركم طعام، عشان انا قلت لكم قبل كده ان كركم الطعام بيكون مضاف عليه اضافات تانية اللي احنا بنعمل بيه الاكل، بيبقى عليه بقى بهارات وفلفل اسود وحاجات زي كده، ملناش دعوه احنا بالكلام ده. اهم حاجه تحطي كركم بشره. اتمنى باذن الله الفيديو النهارده يكون عجبكم، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.